بيان صحفي من اللجنة التصحيحية للحراك الشعبي كفاية بريطانيا العظمى لجميع الإريتريين طالب التغيير الديمقراطي نقدم لكم بيانا هاما وعاجلا من اللجنة التصحيحية، وذلك فيما يخص وضع مجلس كفاية بريطانيا العظمى وعدم وجود وضوح وشفافية في العمل واللا مسؤوليته وعدم الحفاظ على شعبية الحراك كحراك شعبي وفقدان البوصلة. وإذا استمر الحراك بهذه الطريقة الخاطئة فإن نتيجته هي خسارة للنضالات الإريتريين، لذلك يجب إعادته إلى وضعه الطبيعي، وذلك من خلال التصحيح بطرق قانونية ودستورية وأيضا باستخدام أسلوب سلمي. ونحن بتكرار كنا نرسل رسائل رسمية لمجلس بريطانيا العظمى وباستمرار دون كلل حتى يتم تصحيح الأخطاء. وإن كان حتى هذه اللحظة لم يصلنا من مجلس بريطانيا العظمى أي يرد على تلك الرسائل الرسمية، بالعكس من ذلك كان مجلس بريطانيا متمثلا برئيسه كان جل عملهم على تشويهنا. وعندما كان الوضع على ذلك نحن كلجنة تصحيحية كنا نعمل بالصبر والمسؤولية حتى نعيد الحراك إلى الطريق الصحيح، ولم نتوانى أي جهدا، وذلك من خلال الندوات لتوعية الجماهير وكشف تلك الأخطاء التي حدثت في البداية والتي لم تصحح، وكان هناك عدم الوضوح وعدم الشفافية في مجلس كفاية بريطانيا العظمى. وحتى الآن نلاحظ أنه يذهب من سيء إلى الأسوأ وأكبر من سابقاتها، وحتى كما شرحناه في مختلف الندوات فإن الحراك الشعبي له خصوصية خاصة ولا يشبه التنظيمات السياسية من حيث العمل والتأطير، وهذا يعني أن عمل تركيبة الحراك الشعبي مختلفة كليا، ولذلك لا يمكن أن نتدخل في أي شأن عسكري أو أمني بتاتا. إضافة إلى ذلك أن أي حراك شعبي لا يقوم باتفاقيات أو لقاءات ممثلا الوطن مع أي جهة سياسية أو نظام خارجي مهما كانت الظروف، ويكمن جل عمل الحراك بجمع وتعطيد وتوعية جميع الإريتريين حتى يقوم بمسؤولياتهم الوطنية في تغيير الوضع وبناء وحدة وطنية شاملة. لكن الآن مجلس كفاية بريطانيا العظمى نجده خارج هذا الهدف تماما، كما سمعنا جميعا في هذه الأيام القلائل الماضية في إعلان تلفزيون أصلنا عن قيام اتفاق لتشكيل تنظيم من 4 أطراف تحت اسم الجبهة الوطنية الإريترية، وأحد هؤلاء ال4 تشكيلات هو مجلس كفاية بريطانيا العظمى، ولنا دليل مادي ملموس. وهذا الإعلان كما يؤكد أن الوليد الجديد أي التنظيم سوف ينادي بالتكامل والصداقة مع قيادات الويان. وهذه الخطوة قد أخرجت مجلس بريطانيا من الحراك الشعبي وأخذته إلى الطريق الخاطئ. نحن كنا نشعر أن هذا الحراك الشعبي تم تحويله لحراك سياسي من فترة في الخفاء، وكنا نعمل جاهدين لتصحيح ذلك، لكن الآن بالوضوح والأدلة قد تحول إلى طرف سياسي، وهذا أدى إلى خلق انقسام ومشاكل في أعضاء مجلس كفاية بريطانيا العظمى، وقد انقسم المجلس إلى طرفين مؤيد ومعارض للخطوة، ونملك أدلة دامغة، والخلاف بينهما يكمن في من يرى إقامة تنظيم أو الجبهة، ولكن يجب أن يكون عن طريق مجلس العالم كفاية، والطرف الآخر يرى الخطوة المتخذة من قبل مجلس بريطانيا هي الخطوة الصحيحة ويجب دعمها. وهناك قلة في مجلس يرون أن يحافظ المجلس على الحراك كحراك شعبي، وبهذا الخصوص ترى اللجنة التصحيحية الآن أيضا أن يعود مجلس كفاية بريطانيا العظمى إلى مسار صحيح، وأن يعمل بوضوح وشفافية، وأن يحافظ على الحراك كحراك شعبي، وفي هذه الحالة يمكن أن يفيد وأن تلتف الجماهير حوله، وهذه هي المنبع رأينا الذي لا يتزحزح، ونكرره الآن أيضا بمعنى لا بديل للعمل الجماهيري. الإخوة المحترمون أعضاء مجلس كفاية بريطانيا العظمى، هذا مجلس هو ملك للجماهير، وإعادة المجلس إلى وضعه الطبيعي هي مسؤولياتكم الوطنية، وهذا هو أملنا فيكم، ونحن نؤكد جاهزيتنا للتعاون والمساهمة معكم حتى نعيد ونصلح هذا الحراك إلى الأفضل. المجد والخلود لشهدائنا والنصر للشعب المظلوم. اللجنة التصحيحية للحراك الشعبي لحركة كفاية بريطانيا العظمى 18/11/2021. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب.